الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه، والصلاه والسلام على النبي الكريم وعليه افضل الصلوات والتسليم، وبعد. مرحبا بكم ايها الاخوه الكرام في هذا اللقاء الذي نتوب اليه كثيرا، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيه ما يحب ويرضى، وان يجمعنا دائما على مرضاته انه سميع مجيب. فبعد ايها الاخوه الكرام، إذا كان الحديث يدور حول قضايا السياسات العامة التي تتبناها الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالمجمل المشهد السياسي الذاتي والخارجي، فلابد أن ننطلق من الهدف الأساسي الذي قامت من أجله الجماعة الإسلامية، وهو تعبيد الناس لرب العالمين وإقامة الدين. هذا هو الهدف الأساسي الذي كنا عليه وما زلنا عليه، ونسأل الله أن يتوفانا أيضا عليه. هذه هي رسالتنا، تعبيد الناس لرب العالمين وإقامة الدين ووجود الدين في صورة سلطة سياسية تطبق الشريعة الإسلامية. هذا هو محور حركة الجماعة الإسلامية في مجالات العمل المختلفة، مجالات العمل الدعوي، مجالات العمل التربوي، مجالات العمل الاجتماعي، مجالات العمل السياسي، مجالات العمل الحقوقي. الهدف الذي نتمحور حوله هو هذا الهدف، ومن هنا كنا في بداية المطار نسعى من أجل هذا الهدف العظيم، وبعد الثورة أيضا نسعى من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم من خلال الآليات التي استمدتها الجماعة من أجل تحقيق هذا الهدف، سواء في جناح العمل الدعوي أو جناح العمل السياسي أو في الجمعيات الأهلية التي كونتها الجماعة الإسلامية. ومن ضمن وجود الثورة بدأنا نترجم هذا الهدف إلى هدفين فرعيين. الهدف الأول هو ضرورة نجاح المشروع الإسلامي. الهدف الثاني هو ضرورة نجاح الثورة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. لماذا؟ لأننا نرى أن الثورة هي جزء من الإسلام، وأن الإسلام في حقيقته هو ثورة على الظلم، وثورة على القيمة الفاسدة، وثورة على الشرك أشد درجات الضلال، هو ثورة على القيم البائدة، هو ثورة على كل ما يجب تغييره. ومن ثم كان الإسلام واضحا في هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلابد أن يكون هناك تغيير، لابد أن يكون هناك تغيير خارجي ثورة في ذات النفس، ولابد أن يكون هناك تغيير خارجي الله منه الفرج من يسكت عنه فليغيره، لازم يصور عليه. فبالتالي الثورة والمشروع الإسلامي هما واحدان لعقدة واحدة، ومن ثم فإن هدف الجماعة وهدف الحزب هو نجاح هذا المشروع الإسلامي الوسطي الثوري. فإحنا هدفنا نجاح المشروع الإسلامي الوسطي الذي لا ينجرف يمينا مع حال التطرف أو ينجرف يسار حال الترقص، ولكن في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسط. فإذا هذا هو الهدف، نجاح الثورة ونجاح المشروع الإسلامي. ومن خلال هذا الهدف نفذ جميع سياساتنا. لا يمكن نفذ أي سياسات لأي كيان من الكيانات إلا بعد أن تضع الهدف الذي تريد أن تحققه، لكي تأتي هذه السياسات محققة لهذا الهدف، ولا يكون معين من التضارب ما بين الهدف المرسوم والسياسة المرسومة. فإذا لابد أن تأتي السياسات داعية لتحقيق هذا الهدف. وهنا يظهر ترجمة هذا الهدف في سياساتنا تجاه الآخرين، في سياساتنا تجاه القوى السياسية، في سياساتنا تجاه الرئاسة، في سياساتنا تجاه القوى الإسلامية، في سياساتنا تجاه كافة القضايا أو القضايا كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو نحو ذلك. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة الكرام،
عندما نذكر في مشهد الآن نقول أن هذا الهدف يتعرض للخطر الجسدي. هناك ثورة مضادة تريد أن تسقط هذه الثورة، وهناك تحالف غير مقدر ما بين المعارضين للفكرة الإسلامية. الثورة المضادة عليها وهم الذين كانوا ينتفعون بالنظام السابق، مجموعات المصالح التي كانت تنتفع بالنظام السابق هذه تقوم بثورة مضادة تستخدم المال الحرام والإعلام الكاذب والبلطجية الذين يدعمون هذه النظام السياسية من أجل إسقاط الثورة الموجودة وإعادة الخطوط كما كانت عليها. وأيضا هناك من يريد إفشال مشروع الإسلام من الذين يعادون الفكرة الإسلامية والذين تجمعوا في أسئلة جبل ما سمي بالاقتصاد، وهؤلاء اجتمعوا رغم أنهم يتناقضون على مستوى الفكر والأيديولوجية، فالذي يجمع المبادئ مع عمرو موسى المبادئ موجود في العملية. عمرو موسى رضيف النظام السابق، حمدين صباحي قومي مصري، عبد الغفار شوقي تحالف المعرض الاشتراكي، الشاب البدوي علم الوقت، حتى الكنيسة كان لها ارتباط بهذا الكيان. ما الذي جمع هؤلاء جميعا؟ هل اجتمعوا لأنهم يرون برنامجا آخر غير البرنامج الذي تطرحه الحكومة هو أفضل من هذا البرنامج؟ أم اجتمعوا إلى أمر آخر؟ هم لم يقدموا حتى هذه اللحظة برنامجا اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، بل كان في المجال السياسي الرفض هو السياسي الموضوع، لا للانتخابات لا للدستور لا للحوار إلى آخر هذا الموضوع. إذا لم يقدموا برنامجا، إذا على ماذا اجتمعوا؟ جمعوا لأنهم يرفضون المرجعية الإسلامية، يريدون إنشاء مشروع الإسلام. هذا جزء من صراع الصالح، في جزء الأولاني جزء صراع الصالح، منظومة المصالح الفاسدة التي كانت موجودة في النظام السابق تريد أن تعود. فلو قلت صراع مصالح في جزء صراع أيديولوجي، صراع فكري متعلق برفض هذه الديانات للفكرة الإسلامية. ولماذا تمثل هذه الفكرة الإسلامية؟ سواء كان من إخوان المسلمين أو السلفيين أو الجماعة الإسلامية الجماعة الشرعية، هم يرفضون هذه الفكرة أيا كان هذا المؤثر الذي يمثله. ولذا هذا الصراع موجود وقائم تركب نفسه في الحالة السياسية الرأيية اللي هي جبهة الانتقال. هؤلاء قبل أن يشكلوا جبهة الانتقال تحركوا معا في لحظة محددة أنتم تعلمونها تذكرونها، ويعتمد معه في لحظة معينة في الجمعية التأسيسية قبل 10 أيام من انتهاء المدة المخصصة لإنهاء أعمال الجمعية التأسيسية إطلاقوا هذه الجمعية. هؤلاء تحركوا بهذا الشكل. ليه تحركوا بهذا الشكل؟ لأنهم لا يريدون دستورا معارضا من وجود الشريعة الإسلامية، ولذا هم برضه دلوقتي يطالبوا بالإصلاحات وتعديلات الدستور. ايه اهم الاصلاحات؟ هي برضه كل ما يدرس وجود الشريعه الاسلاميه، الغاء الماده 19 عشان يتعرف مبادئ الشريعه الاسلاميه، الغاء الماده 81 اللي قالت المفروض الحريات والحقوق يعني يتم ممارستها بالتوافق او بدون تعارض مع ما ورد في الباب الاول من مقومات الدوله، وقد طبعا فيها الماده رقم 2 متعلقه بالشريعه الاسلاميه الموضوع التشريع. ايضا يريدون تغيير الماده رقم 10 التي تجعل المجتمع ضوء في حمايه الاسلام، يقول لا يحكم هذه المساله، التحليل ذات من الاكوان لم تطلع كده يعملوا قضايا حزمه على الناس اللي هي تمارس اي امور مخالفه للاسلام او الدين والشريعه. اذا هم يرفضون هذه الفكره ويعادونها ويسعون الى ارشادها، وانتهوا استراتيجيه انشاء المشروع الاسلامي خلال الفتره الماضيه كما رايتم وكما تابعتم. اذا نحن امام معركتين، معركه مع الثوره المضاده لا تريد تدير الثوره، ومعركه مع من يريد ان ينقطع المرجعيه الاسلاميه. فاذا لما نيجي نقول في اخطار موجوده في مصر، يبقى الجزء الثاني هنا في مصادر موجودين، خطر الثوره المضاده وخطر المناهضين للمرجعيه الاسلاميه. نحن الثاني لا نريد ان نلغي هذا الباب او هذا البعد في الصراع الطائف. هناك من الاسلاميين من لا يريد اصرار الجزء، ويقول يعني من الحكمه والنفسيات على اصرار هذا الجزء.
نحن نختلف عن الموضوع. نحن نرى لابد من تصحيح الاسلام. هناك معاداه للمرجعيه الاسلاميه، هناك معاداه للفكره الاسلاميه والمشروع الاسلامي. اذا مطلوب مننا ان نكون منتبهين ونحن نرسم سياستنا تجاه كيف تصيغ الامر السياسي بهذا الهدف وهذا الصراط. لابد ان نكون منتبهين. فاذا وضعنا دلوقتي الهدف اللي بيحكم سياستنا ويوصلنا الصراط اللي هو يحكم سياستنا في التعامل مع الاخرين. وحتى لا يدخل علينا النقطه السياسيه. عندما ننظر الى الرئيس دكتور محمد مرسي، وهو الرئيس الذي وقفت معه قوى الثوره لكي ينتصر في نصر الله سبحانه وتعالى على مرشح الثوره المنظمه احمد شفيق، وقف معه انصار المشروع الاسلامي لكي ينتصر المشروع الاسلامي. فبالتالي تواصلنا كان الدكتور محمد مرسي امينا على مشروع الثوره وامينا على المشروع الاسلامي. نحن لماذا؟ لاننا نرى ان الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا الرجل من خلال موقعات هذا الصف السياسي لكي يكون مرشحا للثوره والمشروع الاسلامي. وقف وراءه من يحترمون الثوره ويتبعون المشروع الاسلامي. وبالتالي اذا كان الامر كذلك نحن لا يهمنا ان يكون الدكتور محمد مرسي مننا او من غيرنا. احنا كلنا تربينا على اننا المهم نتبع رايه الشريعه والدين. مش مشكله مين اللي يرفع ايه؟ الرايه، اللي يرفع الرايه حتى لو كنا في اخر الليل وكنا في اخر الصفوف وكنا في الدافع احنا في الدافع. طلب مننا ان نكون في المقدمه لكي ندافع عن هذه الرايه من قبل ان يطلب منا او نتحرك للدفاع عن هذه الرايه. لذا السياسه المعتمده لدينا في هذا الشعب هو السكن. طالما كان هناك ابتداء في المشروع الاسلامي ودفاع عن ثوره عندك ندفع عن هذا الثوره وندفع ان يصلح هذه الثوره. طب اذا اخطا هذا الكلام ندفع عنه هو ليس بمناسب قد يخطئ، وهناك اخطاء في الممارسه في هذا الشان. ولكن الفرق بين اخطاء المجتهد واخطاء المتعامل، فرق بين اخطاء من يريد الاصلاح وبين اخطاء من يفعل الاجتهاد. فلذا اذا وقعت اخطاء فهي في النوع الاول هي اخطاء من يريد الاصلاح ربما لم يكن في الطريق الصحيح، وليس من اخطاء التعرض ولا التشويه. فلذا سنسعى للدعم موضوع صحيح من هذا الامر. اذا اخطا ماذا يحدث؟ سنقدم له النصيحه الشرعيه وفقا لما امر الله سبحانه وتعالى به. الدين النصيحه كما قال صلى الله عليه وسلم: قيل لمن يا رسول الله؟ قال الرسول في ذلك ولمين؟ ولائمه المؤمنين. فاحنا نقدم له النصيحه. في صراط ثاني ممكن اذا لم يتقبل هذه ولم يتقبل هذه النصيحه وكانت هذه النصيحه اختار الاجتهاد المحتمل، فذلك يمكن انه اجتهاد لاجتهاد محتمل. إذا لا تقبل النصيحة في أمر يمس المشروع الإسلامي يمكن أن يأتي على الثورة من كل المشروع الإسلامي بالخسارة والضياع، فإن ذلك تسعى لمنع هذا الخطأ بالوسائل القانونية والإعلامية المتاحة لنا في هذا الوقت. طب إذا استمر هذا الأمر استمر وجود أمور قد تمس المشروع الإسلامي ونحو ذلك نسعى نقول فنسعى كي يوجد لنا جزء سياسية قوية تثبت الكون الصادق لكي تكون لدينا أداة من الأدوات القوية الفعالة لتصحيح المصالح. لوحدينا ولا وحدنا نقول مش لوحدينا. مع كل من يؤمن بالمشروع الإسلامي الوسطي وكل من يؤمن بظهور الاقتصاد الصغير المصري، كل من يؤمن بهؤلاء ويرى أن هذه المباراه تحتاج إلى تمويل فنكون معا جميعا في مواجهة الأمر. هذا هو سياستنا تجاه الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي يمثل رأس الحكم الآن في دولة مصر. طيب هناك ارتباط بين الإسلام وبين الرئيس. هذا الارتباط هي الأمور المتعلقة بسياستنا تجاه جماعة الإخوان المسلمين. هل نحكمهم في حال الصدام؟ هل نحكمهم في حال التماهي والتطابق؟ ولا نحضر لنا أمور موافق فيها
بعض اجتهادات جماعة الإخوان وأصول أخرى نختلف فيها. بالتأكيد نحن في أفكار في أمور نختلف فيها وفي أمور نختلف فيها. ولكن هناك نقطة هامة جدا مهم جدا نتفق عليها. احنا هدفنا اليوم الانتظار أن نكون داعمين لمشروع الثورة، داعمين لمشروع المشكلة الموجودة لدينا، أعتقد هي موجودة لدى كل الثوريين ولدى كل الإسلاميين، هي أن هناك اتصالا كبيرا ما بين مشروع الثورة ومشروع الإسلام الآن وما بين جماعة المسلمين. على أساس أن الرئيس الآن لجماعة المسلمين والحزب المساند له هو الحزب المساند لجماعة المسلمين، فبالتالي لو وجدت ممارسات خاطئة من جماعة المسلمين فإذا إذا ذهبت تقوم هذه الممارسات، إذا ذهبت تتصل بهم لكي يجتمعوا هذه الممارسات، هذا سيؤدي في النهاية إلى إضعاف هذا الفصيل وتقويته. التي تضعه وكما يوضع الفصيل يكمل مشروع الإسلام، فإن الحالة دي تلقائيا ازاي فعل الأفعال لإضعاف أحد الفصائل التي بعد ذلك إذا بنصور هذا الوضع حاليا هذه المرحلة نبدأ موجودين في مرحلة مشروع الإسلامي فعل أوقاتين منخصص اتصال دوليا مع جماعة المسلمين في اتفاق دولي ما بين جماعة المسلمين وما بين المشروع الإسلامي اليوم ومشروع الثورة. حتى لو كنت تعمل فصل ما بين المشروعين تخلي مشروع الإسلامي والثوري لوحده وتبقى جماعة الإخوان، ربما تأتي على نهايات التوقيت. ربما تأتي على نهايات التوقيت في المسألة طالبين ملتصقين يصعب الفصل بينهما، وأي سياسات تتخذها فيها مواجهة لهذا أحد الثورتين بالتأكيد يؤدي ربما لإهلاك ثورة في الأرض. ولذلك رغم هذا التوصيل نقول إذا مثل هذه الأمور المطورة، مثل هذه الأمور المصححة، مثل هذه الأمور التي نختلف فيها مع جماعة المسلمين وحزب الحرية والعدالة نطرحها بالصورة التي لا تؤدي إلى إضعاف الثورة التي يهمنا. في ثورة من الثورتين بيهمنا بشكل أساسي، في ثورة آخر قوة الإسلام سكن بيننا وبينه محبة. الثورة اللي يهمنا بشكل أساسي مشروع الإسلام، مشروع الإسلام في الوسط الثوري جدا. وبالتالي مطلوب مننا إن ما نعملش حاجة يوم الثورة. الثورة الثالث ده هو الأصل المسلم، وبالتالي لو أنا جيت طولت واستمرت به بين حزب النور بدأ يشتغل مع جماعة الإسلام بالصورة التي نحبلها، هذا يؤدي للتبعية لإضعاف الثورة اللي يهمنا، وفي نفس الوقت يقوي المتربصين الذين يتربصون في المشروع الإسلامي ومشروع الثورة. ولذا نظرت بشكل واضح وكامل أن الاجتهاد الذي مارسه حزب النور في مبادراته اتجاه جبهة الانقاذ واجتهاد خاطئ بالاستثناء. غير مسألة ذلك عليها تيجي نتكلم على دفع، ولكن نحن نتكلم على المعرفة. إذا كنا نختلف ونوع الاختلاف مع جماعة الانقاذ، نوع الاختلاف مع الرئاسة، لكن بصورة لا تأذن هذا المشروع. فعلا نشبه مشروع الإسلام بالخيمة، وفي عمود الخيمة والأمين. العمود ده هو الأساس. العمود بتاع مشروع الإسلام الآن هو موقع الجمهورية. يعني ما عادش موقع الجمهورية، موجود واحد على الملك كانت تبقى مشكلة، موجود واحد الشواكي كنت تتعامل. لما يبقى المشروع ده فيه العمود بتاعه منتهي إلى المشروع الإسلامي، إذا لو أنت عاوز تخلص عن خيره لازم تخلي العمود قوي ولا ضعيف. تضرب العمود ولا تحافظ عليه وتحاول انك انت تنصحه عشان يقف صح بالكم صح. فاحنا نرى ان المشروع الاسلامي هو قيمه
العمود الذي يصنع هذا الشيء هو موقع الأساس. فلا يصح كسر هذا العمود. وليس كل السياسات التي يتبعها أي حزب من الأحزاب الإسلام أو غيره في كسر هذا العمود عن طريق الاستغلال والأسئلة عن طريق اللي يتم التصل والأسف عن طريق اللي يتقال يجيب رئيس وزراء داخل إجابة الانتقاد عشان يبقى رئيس وزراء يجي يشارك الرئيس وفقا للدستور الجديد. كل هذه المسائل الغلط لا تمس هذا الامر وانها تؤثر تتبع مشروع الاسلام في وسط الدولي. بالتالي لا يصح كله ونقف في وجهه ونسعى لإفشال ولإقناع أصحابها على صحيح الوضع. إذا هذه رؤيتنا في التعامل مع الرئاسة والتعامل مع الدولة. طيب بعض التوجيهات اللي بتساعدنا ان احنا يعني في قدر كبير من النواب او تطور كبير من جماعه المسلمين دول يبقى اسمه الرئيس فشل بشكل كبير. فشل بشكل كبير من البدايه خالص من اول لما الجماعه اجيبت انتخابات الرئاسه اجيبت مين؟ دكتور عبد الله الدكتور. اذا هذا اول المسار اختلفنا في هذه المساله. ومن بعد ذلك دخلنا في انتخابات العالم الى الهبوط بجوار مرشح الثوره والمشروع الاسلامي في مواجهه مرشح الثوره. اذا هذا اول مسار. ثم بعد ذلك عندما طرح الدكتور عده قرارات احنا هذا موقف منها مخالف الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها مش طريقه الكلام عنه. طريقه النص التسديد بقول اعتراض إبداء وجهة النظر الصحيحة. هذا فهم إعلام الدستور المعطية فقلنا إعلام الدستور لو استشرت فيه لنصحنا بأن يخرج على صورة الثانية التي خرجت، ولكن نتفهم مبررات هذا الكتاب الدستوري وترجع الاستطاعة على خطة ممنهجة وواضحة من أجل إسقاط هذا الأمر. فبالتالي الأحدية تفهمنا وأثبتنا اختلافنا. كذلك عندما كان طرح قرار الدخل المساس العشيرة مساس الجماعة على الضوء نسمع الضوء هذا القرار غير صحيح. هذا القرار غير يتم التشاور أصحاب الجلدات ويجي بالتدريج ويتبع حدث الصيف والشتاء إلى أسفل كلام الإسلام. عندما ظهر قرار رفع الضرائب قبيل الاتساع الدستوري اليومي كان رفع عدد الضرائب الموجودة على عدد السلع بما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع وبما يؤدي إلى إلحاق الضرر لجمهور المصريين من الفقراء. بعد ذلك جماعة الحزب ضروا بيان واضح بأن هذا القرار باطل وهذا القرار لا يمكن يجب وتم التواصل مع الجهات المعنية من أجل إبداء هذا القرار وكان موقف واضح وبين. قرار متعدد في الساعة الجاية لما كان فوق أحمد كمال الدين قرر قبل 25 سنة كده حوالي 15 يوم ولا 15 يوم قرر إنه يعمل حملة على الساعة الجاية من طيران. وكان من المعلوم أن تعمل هذا الحملة من غير ما توقع له أسواق قليلة ومن غير ما تراها ضربهم الاجتماعية أنت تدفع هؤلاء الذين يحاولون الانتباه بالحلال من خلال هذه الأمور التي قد تفعل غدات تفحص البذر وأنت في الشارع وذلك لا تستحمل الحرام. فقد تستحمل أن يكون وقودا لثورة كان يخطط لها الذين يتربصون بالمشروع الإسلامي فقط شهادة. خرجنا وأعلنا أن هذا القرار باطل. هذا القرار لا يمكن قبوله لأنه يجب القرار مثل كذا وكذا وكذا وأيضا يؤخذ فرصة لنظر المزيد إلى الأمور البلطجية الذين يتم إحداثهم لازدياد ثورة مختلفة ثانية 25 يناير و26 يناير وحتى في الصحيح والصحيح. إذا هذا قرار. أيضا عندما تطرح الرئاسة مسألة تحديد موعد الانتخابات وعدم إرسال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. احنا قلنا لازم أول المحكمة الدستورية الثانية فقط التطبيق عليه لم يؤخذ برأيه ولكن هذا كان واختلفنا في هذه المسألة. عندما جاء القضية والعدالة في مجلس الشورى من